طب وعشان الطفل الضعيف ده يقدر ينجو من كمية الرعب والخجل دي كلها بيعمل إيه؟ هنا بقى بيبدأ يطور القوة الخارقة اللي انت اتكلمتي عنها في أول كلامنا. الكاتب بيقسم استراتيجيات البقاء دي لأربع أنواع، أو اللي بيسموهم الفور إفس. الفور أفس، أيوه. كل طفل حسب بيئته بيلاقي استجابة معينة من الأربعة دول بتريحه وبتخليه يتجنب الأذى على قد ما يقدر، فبيثبت عليها وتتحول لنمط شخصيته الأساسي لما بيكبر. طب خلينا نفصص الأربع استجابات دول واحدة واحدة كده عشان الناس اللي بتسمعنا تقدر تفهمهم أكتر، ونشوف إزاي بيشتغلوا كقوة خارقة في الطفولة وإزاي للأسف بيتحولوا لسجن لما الإنسان بيكبر. يلا بينا. أول واحدة هي الهجوم أو استجابة الفايت. الفايت دي نقدر نسميها قوة التخويف الخارقة. الطفل هنا بيتعلم إنه لو بقى هو أشرس واحد وأعلى صوت في المكان محدش هيتجرأ ويقدر يأذيه. بيستخدم الغضب والسيطرة كأنهم درع حماية ليه. صح. ولما بيكبر ده بيخلق شخصية ممكن تبان للناس إنها نرجسية أو عصبية جدا، دايما بتهاجم وبتنتقد اللي حواليها، بس من جوه هو بيعمل كده عشان يتجنب الإحساس بالضعف أو الرفض. مم. الاستجابة التانية بقى هي الهروب أو الفلايت، وطبعا دي ما بتبقاش هروب بمعنى الجري في الشارع، دي ممكن نسميها قوة الحركة المستمرة الخارقة. وصف دقيق جدا بصراحة. الطفل هنا بيقرر إنه لو فضل مشغول وبيتحرك طول الوقت الألم مش هيقدر يحصله أو يمسكه. زي اللي بيهرب من ظله كده. الشخص ده لما بيكبر بقى بيكون عامل إزاي؟ بيكون مدمن شغل. الثقافة بتاعتنا بتشجع ده على فكرة. تلاقيه قائمة مهامه ما بتخلصش، بيلعب رياضة بشكل مبالغ فيه جدا ومهووس، وبيهرب للمثالية. هو بيبقى مرعوب من فكرة إنه يقعد في هدوء من غير ما يعمل حاجة، صح؟ بالظبط، لأن الهدوء بالنسبة له معناه إن المشاعر المكتومة والذكريات المؤلمة هتبدأ تطفو على السطح وتخنقه. يا سلام. الاستجابة الثالثة بقى هي التجمد أو الفريز، وأظن دي منتشرة جدا جدا في عصرنا الحالي، وممكن نسميها قوة التخفي الخارقة. الفريز دي استجابة مؤلمة جدا. البني آدم هنا بيقتنع من جواه إنه لو ما بذلش أي مجهود وما بانش وما كانش ليه أي متطلبات أو صوت، الخطر هيتجاهله ومش هيشوفه. ولما بيكبر لما بيكبر الشخص ده بينعزل تماما، بيقفل بابه على نفسه وبيهرب من الواقع بطرق كتير. زي النوم الطويل مثلا. النوم الطويل، أحلام اليقظة المستمرة، أو حتى اللي بنشوفه كتير دلوقتي التصفح اللانهائي على السوشيال ميديا أو الدوم سكرولينج. دي بتبقى طريقة المخ عشان يفصل نفسه عن الواقع المؤلم، كأنه أخد بينكو كلي. بنك كلي بالظبط. هو بيطفي نفسه عشان ما يحسش بالألم. نيجي بقى للاستجابة الرابعة والأخيرة وهي الاسترضاء أو الفونينج، ودي بصراحة محتاجة مننا وقفة طويلة شوية. دي أكتر استجابة بتعمل مشاكل في مجتمعاتنا. أيوة، لأنها بتعمل لبس كبير جدا بالذات في ثقافتنا الشرقية والمصرية. إحنا دايما بنشوف الشخص اللي بيجي على نفسه عشان يرضي اللي حواليه، واللي ما بيرفضش طلب لأي حد مهما كان تعبان، بنسميه شخص جدع ومتربي وأصيل. بنرفع من شأنه جدا ونقول ده ابن حلال ما بيقولش لأ. بالظبط. طب إزاي أي حد بيسمعنا دلوقتي يقدر يفرق بين الجدعنة الحقيقية وكرم الأخلاق وبين إن دي مجرد استجابة صدمة ومحاولة بائسة للبقاء وإرضاء الناس؟ التفرقة هنا جوهرية، ومربط الفرس فيها هو حضور أو غياب الذات. يعني إيه حضور الذات؟ يعني الشخص الجدع بجد بيساعد الناس من مكان جواه فيه قوة واختيار. هو عارف قيمة نفسه كويس ويقدر ببساطة وبدون ذنب يقول لأ لو الطلب ده هيجي على كرامته أو هيستنزف طاقته. امم لكن في استجابة الفون بقى. في الفون دي بنسميها قوة قراءة الأفكار والدبلوماسية الخارقة. الشخص ده بيكون مرعوب حرفياً من المواجهة ومن إنه ينطق كلمة لأ. لأنه اتربى على إن تعبيره عن أي احتياج ليه معناه الرفض أو العقاب. صح. فبيقرر يتنازل عن نفسه وعن حدوده تماماً عشان يشتري الأمان المزيف ده. تلاقيه بيعمل اللي قدامه عاوزه قبل حتى ما يطلبه عشان بس يتجنب غضبه. ده مش كرم أخلاق خالص، ده استعباد ذاتي مبرمج جوه المخ. بالظبط كده. استعباد ذاتي عشان يفضل عايشه في أمان. الصورة كده بقت واضحة جدا للناس، بس في نفس الوقت مرعبة ومخيفة. احنا كده قدام استراتيجيات دفاعية كانت بتنقذ البني آدم زمان وهو صغير، بس دلوقتي عمالة تدمر علاقاته وحياته وشغله. عشان كده لازم نتحرك للجزء العملي. إزاي نطلع من الدوامة دي؟ أيوة، ده ينقلنا للجزء الأهم في دردشتنا. الكاتب بقى مقدم لنا إيه أدوات أو روشتات عشان نفرم اللوزة الدماغية دي ونوقف الاسترجاع العاطفي. الكاتب قدم روشتة عملية جدا وسماها ال 13 خطوة لإدارة الاسترجاع العاطفي.